تخيل ان في شخص موجود في امريكا مجرد ما بيعلن قرار اسواق العالم كلها تهتز. الشخص ده هو رئيس الفدرالي الامريكي او البنك المركزي الاقوى في العالم. لكن السؤال ازاي القرارات بتاثر علينا هنا في مصر؟ ده موضوع النهارده. الفدرالي الامريكي بيحدد سعر الفايده على الدولار، والدولار هو العمله الاساسيه في العالم. يعني اي قرار بيتاخد هناك بيأثر على كل بلاد العالم، وخصوص الدول اللي بتعتمد على الاستيراد ولا على الديون الخارجيه. لو الفدرالي رفع الفايده، المستثمر الاجنبي هيقول ليه اخاطر بفلوسي في مصر او اي سوق ناشئ؟ ما انا ممكن احط فلوسي في امريكا والعائد عالي وامان اكبر. فيبدا يسحب فلوسه من مصر. ايه اللي هيحصل؟ الطلب على الدولار هيزيد، الجنيه هيضعف. ده اللي بنشوفه تقريبا كل مره بعد اي قرار بيطلع في واشنطن. الاسعار والتضخم. طيب لما الجنيه يضعف ايه اللي هيحصل؟ اي سلعه بنستوردها بالدولار بتبقى اغلى، قمح، زيت، بترول، ادويه، كله بالدولار. النتيجه التضخم بيزيد، يعني الاسعار تعلى على الناس. تخيلوا بقى ست تنزل تشتري حاجه من السوبر ماركت كل شويه تلاقيها بسعر. السبب مش بس تاجر، السبب ممكن يكون قرار اتخذ في الاف الكيلومترات بعيد عننا في واشنطن. طب الدين الخارجي، مصر عندها ديون كبيره بالدولار. لما الفدرالي يرفع الفايده تكلفه اي قرض جديد علينا بتزيد، يعني نفس الدين بقى محتاج فلوس اكتر عشان نسدده. ده بيضغط على ميزانيه الدوله، وبالتالي الحكومه تضطر تدور على مصدر جديد للتمويل. ممكن قروض، ممكن سندات. مش بس المواطن اللي بيتاثر، لا البنك المركزي هو كمان بيتاثر. لو الفدرالي رفع راس سعر الفايده الدولار بقى جاذب اكتر. ساعتها البنوك المركزيه قدام خيارين: يرفع سعر الفايده هو كمان عشان يحافظ على جاذبيه الجنيه ويمنع خروج الاستثمارات، او يسيب الفايده زي ما هي، وساعتها المستثمر يسحبوا فلوسهم ويروحوا على امريكا. كمان ارتفاع الفايده في امريكا بيضغط على سعر الجنيه. البنك المركزي لازم يقرر هل يسيب الجنيه ينخفض ولا يتدخل من الاحتياطي. بس التدخل ليه تكلفه كبيره على الجنيه، لان كل دولار بيطلع من الاحتياطي بيرجع يضغط على قدره الدوله على الاستيراد وعلى سداد الديون. وعشان كده البنك المركزي دايما في معادله صعبه، يا يحمي الجنيه ولا يحمي الاحتياطي. وفي الاخر المواطن هو اللي بيشيل النتيجه، سواء في اشكال ارتفاع الاسعار او فايده اكبر على القروض، او حتى في تغيير سعر الصرف. حتى سعر الذهب عالميا بيتاثر. لما الدولار يقوى الذهب ممكن ينزل، لكن في مصر ضعف الجنيه بيخلي سعر الذهب بيعلى. يعني المواطن اللي عايز يشتري شبكه هيحس بارتفاع اسعار الذهب. اي تغيرات في السياسات الامريكيه بيهز اسعار الطاقه، ده بينعكس علينا سواء كنا مستوردين او حتى مصدرين. الخلاصه اللي اي قرار بيصدر في واشنطن بيأثر على المواطن البسيط، سواء في رغيف العيش او حتى ازازه الزيت. الاقتصاد العالمي مرتبط ببعضه، ومفيش بلد بعيد عن اي تغيرات. سؤالي ليكم، هل شايفين ان مصر محتاجه تقلل اعتمادها على الدولار؟ مستني آرائكم.